الحياة ما بعد الانفصال من ورا النضارة السوداء. أخطر جريمة بعد الطلاق، دي جريمة بتتكرر كل يوم، بتقتل قلوب بالبطيء. لما أم تمنع أب يشوف أولاده، هي مش بتعاقبه، هي بتكسرهم. بتحرم طفل من حضن محتاجه، من أمان هو حقه. انت بتكسري روح طفل ملوش ذنب، فاكرة انك كده بتنتقمي. الحقيقة انك بتزرعي جرح جوه طفلك، جرح هيكبر معاه وهيحاسبك عليه العمر كله. الطفل مش طرف في الحرب اللي بينكم، مش سلاح تضغطي بيه ولا وسيلة تنتقمي بيها. الأب ممكن يتوجع بس هيستحمل، لكن الطفل هيكبر جواه سؤال عمره ما هينتهي: هو أنا كنت السبب؟ وهنا الكارثة، طفل بيكبر وهو شايف أبوه غايب ومش عارف إن في حد كان نفسه يشوفه بس اتحرم منه. اللي تمنع الأب يشوف أولاده هتقف قدام ربنا، وكل دمعة نزلت من طفلها شاهد عليها، وساعتها مفيش مبررات ولا أعذار. وفي آخر كلامي، اللي تستخدم أولادها كسلاح هتخسرهم من غير ما تحس. أولادك أمانة في رقبتك، مش ورقة ضغط. وسؤال مهم جدا، شايف ان الام اللي تمنع الاب من اولاده عندها حق ولا بتدمر نفسية الطفل؟ وعايزه اسمع ردك في تعليق. ولو حسيت كلامي اعمل لايك وشير علشان كلامي يوصل لكل ام ضميرها مات. وعايزه اقول لكم ان ورا كل نضاره سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا عبد الرحمن ودي النضاره السودا. سلام.